حاجات بتحصل معانا كلنا لما تبقى عايز تبات عند خالتك. ايه خلوده يا حبيبي منورنا، الساعة 12 هتبات معانا ولا ايه؟ يا خالته عايزة ابات معاكم. طيب بقى عرفت امك ولا لا؟ لا عرفيها انت والنبي، لو كلمتيها انت هتوافق. طيب حاضر. الو ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ بقولك خالد هيبات معانا النهارده عشان في خناقه كبيره قوي جدا موت في الشارع، مش هينفع ينزل. يا اختي هيعمل لكم قلق جامد وهيتشاقى. لا لا خالص، ده خلود عسل. صح يا خلود؟ صح يا خالتي، عسل بس عسل اسود. خلاص يا اختي بقى عشان الخناقه شدت قوي والدم عمال يطرطش على الشباك. يا ماما حتى اسمعي صوت ضرب النار. خلاص يا حبيبي انا اقنعتها من غير ما تعمل زلزال ولا تضرب نار. خلاص طيب خلاص ماشي، بس اول ما يصحى تبعتيه على طول. اديهولي بقى اما اقول له حاجه. ماشي حبيبتي. خد يا خالد ماما وافقت خلاص، بس عايزه تقول لك حاجه. الو ايه يا امي؟ انت عارف يا ابن الجزمه لو ما جيتش دلوقتي انا هسود عيشتك، عشان دي كمان يومين وهتلاقيها بعت ابنها هيبات عندنا. تحرجناش مع الناس، دينا بيت ننام فيه. الساعه دلوقتي 12 ودقيقتين تكون هنا. يا بنت المنافعه ما انت لسه انا ماشي. انا نازل يا خالته.